السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. في فيديو تقطيع الفراخ قطعت قدامكم فرختين، طلعت منها صدور الاستريبس، وده كان الاستريبس اللي انا طلعته. بسم الله ما شاء الله يعني. ده يطلع له بتاع حوالي كيلو وربع، لان انا رصه في الطبق طبقتين فوق بعض، وكمان رصه على الوش كمان. فانا لما بشتري كيلو الاستريبس او مثلا كيلو البانيه بيكون اقل من كده بكتير. فبصراحة ما شاء الله الفرختين طلعوا معايا كمية كبيرة. عملت جنبه مكرونة وعملت جنبه بطاطس محمرة. ممكن تعملي جنبه رز اللي هو الرز الريزو، بيبقى حلو برضو جدا مع الستريبس. فشوفي ولادك بيحبوا ايه واعملي اللي هما بيحبوه. طبعا الفراخ اللي هي البيضة ممكن تطلعي منها اكلات كتير جدا. يعني من فرختين ممكن تطلعي تعملي، لو انت طبعا العدد عندكم اقل من عندنا، طبعا احنا عشان عيلة عند ماما وانا وولادي وكده، فاحنا عيلة، فاحنا بنعمل طبعا ايه الكمية كلها. لكن انت لو مثلا عيلة صغيرة مكونة مثلا من 4 افراد، ممكن تعملي نص الكمية دي وهتاكلي انت وولادك، والاربع افراد هياكلوا على فكرة، مش هيبقى قليل، خلي بالكم. فيلا بينا نشوف مع بعض. ده كان طبق الستريبس اللي انا قطعته، وده كانت التتبيله اللي انا هحطها له. هعمل تتبيله تقليديه جدا جدا. انا عملت معاكم تتبيلات كتير جدا جدا، بس دي تتبيله الاحب الى قلبي، يعني دي التتبيله اللي انا بحبها. عباره عن بصلايه حلوه كده بشرتها، وطماطمتين مبشورين برضو، وعليهم شويه فلفل اسود، وهضيف مكعب من المرق وملح بس. هي دي التتبيله اللي انا بحبها بصراحه، وبحس ان هي الطف تتبيله بالنسبه لي. يعني عملت تتبيلات بالحاجات كتير جدا، بس دي بصراحه جربوها، حلوه كده وظريفه وما فيهاش اي حاجه. وكمان هنقليه من غير بيض، وهيطلع معانا ولا بقسماط ولا اي حاجه، وهيطلع معانا تحفه زي ما انتم شفتوا كده في بدايه الفيديو. ده مكعب مرق كده فركته، وقلبت بقى طبعا كل الحاجات دي كده مع بعضها، وهسيبها في التلاجة ساعه. انت بقى لو عندك وقت من بالليل بيتيها عادي من بالليل، بس هو البانيه بيتشرب بسرعه من التتبيله بتاعته، فساعة برضو بتكون كافية يعني للتتبيلة. هندخله بقى التلاجة، وبعد كده هنبتدي ان احنا نقليه مع بعض. وهنقليه من غير بيض علشان الناس اللي هي مش حابة البيض. في ناس كتير ما بتحبش البيض، فقال لي الستريبس او البانيه. هنا جبت شوية دقيق، حطيت عليهم ملح وفلفل اسود، بهرتهم كده، وهبتدي ان انا اقلبهم كده طبعا. وهنا حطيت كوباية لبن على التتبيلة، وقلبتها طبعا في التتبيلة. ده بعد ما خرجتها من التلاجة حطيت اللبن وسبته بتاع حوالي نص ساعة عليها. تمام. ممكن عادي تبيتي اللبن عليها، لكن البيض ما ينفعش ان انتي تحطي على التتبيلة بتاعتك بيض وتسيبيه وقت طويل. لو هتعملي بيض يبقى البيض وقتي كده يتكسر قدامك على الطبق، وتبتدي ان انتي تتبلي على طول. هنا بقى ببتدي ان انا اعفره في الدقيق، وقلت لكم زي ما قلت لكم دقيق بس، مش هنحتاج لا بقسماط ولا فيجيتار ولا اي حاجه. هعفرها واروح بقى على اللبن تاني، وارجع احطها في الدقيق. يعني هناخد الكفر كده مرتين، ويبقى كده متزجزج معانا، ويدي الشكل اللي هو ايه اللي بنشوفه كده في الستريبس. شايفين اهو كده؟ يعني بروح اكرر العملية مرتين، بطلع من اللبن والتتبيلة، واروح على الدقيق، وارجع تاني اروح على اللبن اللي فيه التتبيلة طبعا، واروح تاني على الدقيق واعفر كده. وبايدي كده ابتدي ان انا ما اضغطش بقى، ابتدي ان انا انزل الدقيق زيادة، فهيعمل معايا الشكل الزجزاجي اللي احنا بنحبه ده، وبنحب ان احنا نطلع البانيه او الستريبس بالشكل ده. تمام. وهنقليه بقى في زيت حلو كده غزير سخن، ويكون درجة حرارته يعني مش مرتفعة قوي، يعني يكون ايه دخل كده في السخونية، ما يبقاش سخن قوي، علشان لما ينزل عليه البانيه او الستريبس ما ياخدش لون ويبقى كده ما استويش من جوه. لا، يكون الزيت سخن بس مش قادح يعني. تمام. وبعد كده طبعا بنهدي النار علشان يستوي من جوه، لان في ناس كتير بتقول ان هي بتعمله ياخد كفر من بره ويبقى من جوه ني. لا، اول ما تنزلي انزلي بزيت متوسط، درجة الحرارة بتاعته يعني متوسطة. وبعد كده اول ما يبتدي ان هو يتشمع معاكي او يشد معاكي كده في النار، تيجي وطي النار شوية، وبعد كده علي النار عليه، بس هيطلع معاكي حلو زي الفل ومستوي. عملنا جنبه مكرونه بصلصه، والمكرونه بصلصه هقولها لكم سريعا. بنحمر بصلايه وبنضرب طماطم في الخلاط، ننزل بيها بعد ما نصفيها، ملح وفلفل اسود ومكعب مرق. دي طريقه الصلصه اللي انا بعملها، وبتطلع حلوه جدا جدا. وتحطي طبعا شطه او بابريكا، بتطلع حلوه جدا جدا وطعمها بيكون حلو.
لو حابين تحطوا فيها فصين توم برضو ينفع، بس انا بصراحة بعملها ببصل بس. فيا رب بقى الفيديو يعجبكم كده، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.